الظاهر العراقيين ما مكتوب لهم أو ما مكتوبة لهم يفرحون، أو ما مكتوبة لهم سبحان الله يكملون فرحتهم في غمرة الفرحة البسيطة. نقول فرحة بسيطة لأن قاعد نعاني من كثرة الشهداء ومن كثرة الاعتداءات ومن الحرب الدائرة في المنطقة ومن الرموز والقادة الذين فقدناهم. فنقول فرحنا بفوز المنتخب أو تأهله لكأس العالم. دارت الدائرة على أيمن حسين، شارك لمنشور بكلمة الذيول وتبريكات للجماهير عموما بهذا التأهل وهذا الفوز. زين، وقبت القبة والناس تحكي والناس تشتم والناس اللي تسب والناس اللي تقول طلع أيمن حسين بوجهه الحقيقي، لا حول ولا قوة. المهم فبهذا المنشور طلع أيمن حسين، حذف المنشور ونشر الاعتذار لكل الجماهير اللي تحسست من كلمة الذيول، فحذفه. فإذا كان قاصد بنشر المنشور الأول اللي حذفه فنقول خل ياخذ الحذر ممن غلطوا نفس الغلط. أما إذا يقول أنا ما قاصد وفعلا هو يعني صرح وقال ما قاصد ومسح المنشور، فإحنا لا نظل نحمل على الرجال فوق طاقته ونكون حساسين إلى هذه الدرجة، حساسين إلى هذه الدرجة الكبيرة. ليش إخواني؟ إحنا راكبين بمركب واحد، بسفينة وحدة. زين، بسفينة وحدة لازم واحدنا يتحمل الآخر، لازم واحدنا يتآلف ويا الآخر، لازم واحدنا يآخي الآخر، لازم نتكاتف إخواني. مو محل أنت ذيل وأنت عميل وأنت جوكر وأنت بن سفارة وأنت مدري شلون. لعد يمتى نعيش، يمتى نحس بطعم الأخوة بين العراقيين، يمتى نحس بطعم أن احنا نشارك سماء وحدة وأرض وحدة وقاع وحدة وأكل واحد وماء ومي واحد. يمتى نعيش بهالسلام اللي تعيش به كثير من الدول اللي بيها عشرات وآلاف القوميات والأديان والنحل ليش؟ يمتى أقول يمتى؟ فإخواني نتسامح بيناتنا، نخلي الأمور تعدي رحمة لوالديكم، والله بعد الأمر ما يتحمل أبدا. فأيمن حسين وليدنا وحبيبنا وصاحب الخلق الكريم اللي احنا نعرفه بابتسامته، بتواضعه، بشقاوة الناس، وشفتوه شلون يتكاتل من أجل سمعة العراق ونصرة العراق ولو من ساحات الملاعب. زين، كل إنسان إلى دوره، اللاعب إلى دوره، الطبيب إلى دوره، المعمم إلى دوره، كل إنسان إلى دوره، فهو مؤدي دوره على لربما أنا ما أعرف بالطوبة لربما على أكمل وجه، لأن أشوف الناس مهتمة بشخصيته. فإخواني نتسامح ونعديها، وأسأل الله التوفيق للجميع بحق محمد وآل محمد. ولا تنسون والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.